هنعمل مع بعض النهاردة الحمام الكذاب بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير سلق. لو مش بتعرفي تعمليه خليكي تعرفي تعمليه. وبطاطس في الفرن جميلة جدا، طعمها تحفة بالبهارات وجميلة جميلة جميلة. يلا مع بعض نبدأ واقول لكم على خطوة خطوة واحنا بنعمل. والفراخ دايبة جدا وما تخافيش لو اتحطت في الفرن. هنجيب معانا الاوراق مغسولة كويس جدا بليمون وملح ودقيق ومنقوعة شوية فيها، وبعدين نصفيها كويس جدا ونخليها مع بعض. انا كنتش عايزة اخليها قدامكم عشان المعركة، بس انا حبيت اعرفكم ان انا في الاول خالص اصلا انا ما كنتش بعرف اخلي الفراخ، وبالذات الاوراق، لان كنت بخاف منها قوي لانها كانت بتتهري مني. يعني كنت بحس ان هي اتهرت مني، بس اتضح ان هي ما بتتهريش ولا حاجة. يعني ايه، حاولي على قد ما تقدري لو انت بتحبي يعني الطريقه ديت او بتحبي الفراخ المحشيه رز، حاولي واحده واحده تخليها. يعني ايه، اخلي بالراحه العظمه اللي فوق وبعدين العظمه اللي تحت، وانزلي لتحت خالص خالص لحد ما تتني منك وكسري. فانا يعني عايزه اقول لكم ان انا كان مأساة معايا ان انا ما بعرفش اخليها، عشان كنت بحب اكلها قوي. بس واحده واحده اتعلمت وعرفت اخليها، ومع الوقت بقيت احس ان هي مش مهريه ولا حاجه يعني. يلا نبدأ التتبيلة بتاعتنا. هنعمل بصل، هنزود البصل شوية عشان ناخد شوية للرز، ونفرمه كويس. لو أول مرة تتابعوني ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة واعملوا شير عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع بعض هناخد 3 معالق كبار بصل، والبهارات بتاعتنا زي ما تحبي، ملح وفلفل وكاري وشوية صغيرين مفرومين من الحبهان، ملح وفلفل اسمر وحبهان مطحون وكاري. حابة تضيفي اي بهارات، حابة تضيفي شطة، اللي انت عايزاه ضيفيه. ونتبل كويس ونجيب الوراك بتاعتنا. حابة تدقيها دقيها، حابة وانتي مثلا قبل ما تتبليها بالسكينة، انا عملتها بالسكينة فتحتها كويس بالسكينة من جوه، وزي ما انتوا شايفين ما تهرتش ولا حاجة. ونتبل بقى فوق بعضه ونحطها في التلاجة لحد ما نعمل الرز بتاعنا. الرز بتاعنا هنحط معلقتين كبار زيت وبقية البصل اللي احنا كنا فرمينه، ونقلب كويس جدا لحد ما يتبل. وعندك كبد فراخ حابه تحطيها حطي، مش حابه تحطي حاجه خالص ما تحطيش. انا بقى كان عندي حته لحمه صغننه مفرومه هحطها معاه. ونقلب كويس جدا لحد ما تستوي. وبعدين انا غاسله كوبايتين رز كويس جدا ومصفياهم. هنحط دلوقتي كزبره، فلفل اسمر، وملح، وشويه صغيرين من 7 بهارات. ونقلب بقى كل الخليط بتاعنا لحد ما يبدأ يستوي وينشف. نحط بقى كوبايتين رز زي ما تحبي، حابه اقل حطي، بس انا عشان هاخد منه شويه للاكل غير الحاشيه. ونقلب كويس جدا لحد، انا عايزه اقول لك تقعدي تقلبي فيه لحد ما تحسي ان هو بدا يعني ايه يدخل في السوا. ونهدي عليه ونسيبه عما يبرد. وتعالوا ما اقول لكم البطاطس بتاعتنا احنا مقشرينها كويس جدا وغسلناها، هنشفها بمناديل ونحطها بقى نقطعها كلها صوابع كبيره شويه يعني. وبعدين ايه، تعالى اقول لكم، حابه تحطيها في كيس زي ما انا هعمل دلوقتي كده حطي، حابه تحطيها في بلاستيكيه وتقلبيها بايدك مفيش مشكله. نحط عليها معلقتين زيت كبار ونحاول نغلف الزيت في البطاطس قوي. وبعدين نحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر، توم باودر، وشويه بهارات خضار، وروزماري او اورجانو زي ما تحبي. انا حطيت اورجانو اللي هو الزعتر. هي البطاطس ديت ودي جبنه مبشوره، لو مش عندك مش ضروري، ودي بقسماط. انا عايزه اقولك هي بتبقى دايبه جدا في الفرن وبتستوي وبتبقى جميله جدا. هنرصها في صينيه
ونحطها في نص في الفرن يعني، ونسيبها بقى مع نفسها لحد ما تستوي من غير غطا ولا اي حاجه، عشان ايه ما تنزلش ميه. يلا بقى تعالوا نحشي مع بعض الحمام الكداب او الوراك اللي محشيه الرز، مش عارفه مسمينه حمام كداب ليه. حطي معلقتين اتنين بس رز، معلقتين اتنين بس، ما تزوديش عشان ايه ما يبقاش كتير وفي نفس الوقت يستوي. بايديكي بقى كده ودخلي جوه الدبوسه واقفلي. انا عايزه اقول لك اقفليها باي طريقه، المهم ان انت بتلفيها. اهم حاجه وانت بتلفيها تضغطي عليها جامد، يعني هي ديت الحاجه اللي هتطلعها معاكي مظبوطه. تلف جامد وتقفليها جامد 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 عليها، يعني كويس كويس كده زي ما انتم شايفين. كنت الاول احط ميه واسلق في الميه، لا استوت لا ما استوتش، لحد ما عملتها في الفرن بالطريقه ديت بصراحه ريحتني جدا، وبقيت اعملها على طول عشان انا بحبها. نحط فيها شويه ميه سخنين ونحطها في قلب الفرن. هي خدت بالظبط ساعه وربع. نشوفها بقى، تفتحي عليها الاول وشوفي هي استوت خلاص والرز اللي جوه استوى. نبدا بقى نفتح على كله وندهنها بقى. عندك باربيكيو ادهنيها، عندك صلصه ادهنيها، عندك كاتشب ادهنيها. انا دهنتها بشويه كاتشب على باربيكيو. وندهنها كويس جدا ونسيبها دقيقه واحده تنشف، يعني ايه حاولي يكون شربت اللي احنا دهناه ده، وبعدين نحطها تحت الشوايه. انا عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. يعني يعني هقول لك هتدلعيهم في البيت بطريقه بسيطه جدا. بعد ما طلعناهم من تحت الشوايه والبطاطس بتاعتنا كمان استوت، ما تخافوش هتستوي هتستوي. تعالوا مع بعض ادوقكم شويه بطاطس بقى مع كاتشب ومايونيز، مع اي صوص بتحبيه. مش عايزه اقولك سخنه ما قدرتش امسكها بصراحه. تعالى اقول تعالى اوريها لكم بالشوكه. انا عايزه اقول لكم ان هي دايبه جدا وجميله قوي بصراحه. جربوها هتعجبكم بالطريقه دي في الفرن. جربوها طعمها لذيذ، والبطاطس مستويه جدا جدا جدا، يعني مش عايزه اقول لكم. واحلى من المقليه في الزيت والمسلوقه ونقليها ولا اي حاجه. جربوها تعجبكم. حطوا لايك واعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد.